السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو سنتكلم على الأحداث الواقعة الحين في العالم، ملفات كثيرة وأشياء. الدنيا مقلوبة وكثير من الناس لا تمر عليهم الأحداث، ولا ينتبهون إلى التقلبات التي تقع الحين في العالم، سواء تقلبات سياسية أو تقلبات اقتصادية أو فضائح، مثل فضيحة إبستين هذه المعروفة بأمريكا. هذا الزمن زمن الفتن. ضروري الواحد أنه ينتبه ويرجع للطريق الصحيح، لأنه سبحان الله متغيرات كثيرة لا تبشر بخير. العفو. هذا فيديو عفوي جدا. فقط أثار انتباهي ما يقع من أحداث في سوريا، بأمريكا، بالصين، بروسيا. كل هذه الدنيا مقلوبة كما قلت لكم، والأمة العربية في مغيبة، والناس مخدرة بالتفاهات وبالبطولات كرة القدم، كأس إفريقيا، كأس العالم. هذا ملهيات للأمة. كما قلت لكم تتمة الفيديو. كما قلنا أن الأحداث الجارية الحين في العالم كله توحي أنه ضروري الواحد يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وللطريق الصحيح، وأن الشياطين هي حاكم العالم، وأن حقوق الإنسان وكل هذه التفاصيل ما بالله أشياء يتحكمون بها في العالم، وهو الخبث كله مجموع عندهم. إذن الأمة الإسلامية يصورونها أنهم هم مثلا هم المتوحشون، هم الناس اللي مش كويسين في العالم. لكن الحين سبحان الله، الله سبحان الله يفضحهم من خلال هذه التسريبات وهذه الأحداث كلها. الحين ظهر الحق وزهق الباطل، وكان الباطل زهق. إذا أي واحد فيه ذرة إيمان بالله وباليوم الآخر يرى كل شيء. الحين هذه مرحلة مفصلية في تاريخ البشرية كلها. سواء الحين ما فيش واحد محايد. الحين ليس أنك تكون محايد، لا. هذا زمن يا إما تكون مع الأبيض أو مع الأسود، وأن تختار اللون الذي تريد أن ترفع رايته أو أن تكون تحت رايته. وأتمنى أن إذا استفدت من هذه الفيديوهات أو تريد مواضيع أخرى، فقط اكتب لي في التعليقات نوع المواضيع التي تريد أن نناقشها. والدل على الخير كفاعله. لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك وإعجاب ليصل ناس تانية، لعل وعسى أن تكون في سبب في هداية شخص إلى الطريق الصحيح والرجوع إلى طريق الحق، طريق الله سبحانه وتعالى. اللهم ثبتنا على دينك وعلى الطريق المستقيم يا رب العالمين. ولا تنسوا الصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وإلى اللقاء.